بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين الصنف القمر ده؟ كنافة بالكراميل بالموز، حاجة كده آخر شياكة. تعالوا خطوة خطوة نشوف هنعملها ازاي. معايا أول حاجة هنا على النار صوص الكراميل. بإذن الله وبركة رسول الله اعتمدي معايا هنا أحلى صوص كراميل ممكن تعمليه. كوباية من السكر بسيبها على النار، ما بحطش ايدي فيها خالص لحد ما تتكرمل كده. ببتدي اقلب فيها. حاولي ما توصليش للون غامق، اللون ده رائع اللي هو اللون البني الفاتح ده، هيخلي معاكي الكراميل مش ممرر وحلو جدا. اول ما يكرمل كده هننزل بمكعب من الزبدة، مكعب من الزبدة، واقلب الزبدة في الكراميل كويس زي ما احنا شايفين بالظبط كده، وخطوة خطوة عشان تاخدي احلى صوص كراميل بإذن الله. خلاص كده مكعب الزبدة داب معايا في الكراميل، النار هادية. عندي هنا كوباية من اللبن، عليها معلقة من النشا ومعلقة من الكريم شانتيه، وما ينفعش تلغي اي حاجة من الحاجات اللي انا هقولها دي، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. معلقة من النشا ومعلقة من الكريم شانتيه. ببتدي اقلب الكلام ده كله جوه اللبن واقلبه كويس، وانزل بيه على السكر المكرمل اللي عندنا. هيتكتل طبعا معاكي، هدي النار وما تخافيش خالص، قلبي هيدوب كل الكلام ده دلوقتي، وهيبقى في منتهى الروعة ان شاء الله. هدي النار بقى وابتدي قلبي فيه كده زي ما انا بقلب كده، اهو بدأ يدوب، التكتلات كلها بدأت تروح. تمام، عندنا هنا الخطوات ماشية مظبوطة اهي. هتشوفي دلوقتي احلى صوص كراميل. ممكن كمان تعمليه في اي حاجة، تحتفظي بيه في التلاجة تستخدميه مرة تانية. يعني لو عايزة تكتري الكمية كتريها، يبقى عندك موجود في التلاجة. اهو صوص الكراميل، شايفين لونه، شايفين شكله، قوامه في منتهى الجمال. حاجة كده يعني من الاخر عظمة، في منتهى الجمال. اهو خلاص خلص معايا صوص الكراميل، ودي اول خطوة في الكنافة بتاعتنا. تاني حاجة عندي نص كيلو كنافة كنت شايلاه في الفريزر طبعا متجمد عشان اعرف افتته كده. تفتتيها خالص تبقى فتافيت كده بسهولة خالص. وتجيبي صاج او صينية واسعة، وكوباية الا ربع من السمنة، وهنقلب كل الكلام ده على بعضه، وتدخل الفرن تتحمص. تبصي عليها كل شوية كده تقلبيها على كل جنب. يعني انا قلبتها مرتين تقريبا، قلبتها مرتين وخدت اللون اللي احنا عايزينه. خلاص كده الكنافة جاهزة، دخلتها الفرن. بعمل هنا بقى الكريم شانتيه معايا، كوباية لبن ساقعة ونص كوباية مية ساقعة برضو، وببتدي اضرب فيه لحد ما قوامه طبعا بيتقل. وكده خلاص خلصناه. حطيت شويه سكر على الكنافه، ما برضاش احط شربات لان السكر اللي في الكراميل والكريمه والموز كفايه، يعني ما رضيتش، حطيت سكر بودره بس على الكنافه. ببتدي هنا اوضب الكاسات بتاعتي او اي حاجه بقى الشكل اللي انت عايزه تعمليه. حطيت الاول دور من الكنافه، وبعدين بحط الكريمه دي، اكياس حلواني موجوده طبعا عند بتوع مستلزمات الحلويات، بتلاقيها عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. سهله جدا، بتسهل عليكي الاستخدام وبتديكي الشكل اللي انت عايزاه. خلاص كده حطينا الكريمه. بعد كده بحط طبقه من الموز زي ما احنا شايفين كده. كده تمام. حاجه يا جماعه شيك جدا في التقديم، وتقدميها لضيوفك، تعمليها الولاد هيحبوها جدا، هيطلبوها منك كل يوم. صنف في منتهى الجمال والله. وبعد كده ببتدي احط طبقه الكراميل، يبقى طبقة كنافة، طبقة كريمة، وبعدين الموز والكراميل. وهبتدي اكرر نفس الموضوع ده تاني لحد ما اوصل لاخر الكاس من فوق. بعد كده هحط طبقة من الكنافة تاني. عايزة تعمليها في صواني ممكن، يعني ممكن تعمليها على شكل صينية بنفس الترتيب ده برضو، بس احنا بنفضل الكاسات على اساس بتسقع وكل واحد بياخد الكاس بتاعه بيبقى حلو يعني. هنا بحط دور من الكنافة، وبعدين بحط دور من الكريمة برضو، طبقة من الكريمة زي ما احنا شايفين كده،
بمنتهى السهولة. حاجة يعني في منتهى الجمال وسهلة وبسيطة، ما خدتش مني اكتر من مثلا نص ساعة في الموضوع كله، ما خدش مني حاجة، هي بس مسافة الكنافة ما خلصت واتحمصت في الفرن. خلاص كده حطيت الكريمة. احط بقى طبقة موز، احط طبقة موز، طعمها بيبقى جميل جدا، هيطلبوها منك يوميا. اه والله صنف في منتهى الجمال، بتتقدم باردة وجميلة. وبعدين هحط طبقة الايه الكراميل، اعمل بقى بيها ايه اشكال كده من فوق تخلي الكاس شكله جميل. هنشوف دلوقتي. ادي الكراميل خطوط كده بقى، اعملي شكل بقى حلو كده للكاس. ايوه اهو يا جماعة خلص. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ كل سنة وانتم طيبين. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتحياتي الكبيرة قوي ليكم كلكم.